السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنعمل مع بعض رز اللي هو حبايه وحبايه. ماشي. دلوقتي انا غاسله الرز ونقعاه في ميه. ماشي. ودلوقتي هحط على الحله على البوتاجاز، احط فيها معلقه سمنه كبيره وحبه زيت، يعني ومعلقه زيت، معلقه سمنه كبيره ومعلقه زيت، وهاخد شويه رز من ده احمرهم على البوتاجاز. هجهزهم وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده، خليت السمنه والزيت لما حطيتهم على النار لما يتقدحوا، وبعد كده نزلت بشويه رز من اللي انا غسلاهم. هفضل اقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي، وهرجع لكم تاني هكمل معاكم هعمل ايه بعد ما ياخد اللون. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا دلوقتي فضلت اقلب فيها لحد ما نشف خالص من الميه، اقلب في الرز لحد ما نشف خالص من الميه. ماشي. ودلوقتي هفضل اقلب فيه بقى لحد ما ياخد لون. ماشي. بس تفضلي ايديكي فيه على طول، تقلبي فيه علشان لا يكلكع ولا يتحرق، يبقى كله واخد لون واحد. هخلصه وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده هو ده اللون اللي انا عطيته للرز. فضلت طبعا اقلب فيه لحد ما اخد اللون ده. دلوقتي انا هحط له ملح وفلفل. ماشي. وهقلبه شويه، وهفضل اقلب فيه شويه، وبعد كده هزود له شويه ميه صغيرين وانزل ببقيه الرز. خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، دلوقتي انا حطيت الفلفل والملح وقلبته تقليبه. ماشي. دلوقتي هنزل بشويه ميه صغيرين عشان الدخان. زي ما انتوا شايفين كده، دلوقتي انا نزلت بالرز الفاضل. ماشي. الاول شلت الحله من على النار عشان ما تطلعش بخار على ايديا. ماشي. وبعد كده حطيت لها شويه ميه صغيرين، وبعد كده رحت مفضيه الرز اللي فاضل. ماشي. وزودت مقدار الميه بتاعه، زودت مقدار الميه بتاعه ودقت الملح بتاعه. لو عايزه ازود له ملح بتزودي له، لو مش عايزه تزودي له خلاص. يبقى كده تعلي النار عليه لحد ما يغلي ويتشرب، وبعد كده وطي النار عليه وسيبيه يستوي. بعد ما يستوي هوريهولكم. يكون ده شكله بعد ما تشرب الميه. ماشي. دلوقتي انا هوطي النار عليه واغطيه واسيبه بقى لما يكمل سواه، وهرجع اوريهولكم في التقديم. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، دلوقتي ده الرز اللي هو حبايه وحبايه. بسم الله ما شاء الله، طالع جميل. قولوا لي رايكم فيه لو عجبكم، وعايزه منكم لايك وشير وتعليق حلو منكم يشجعني اقدم لكم حاجات اكلات اكتر. يلا، مع السلامه.